السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا النهاردة إن شاء الله المفروض الفيديو ده بصراحة كنت أنزله يوم وقفة العيد أو قبل الوقفة بيوم، بس يعني تاه كده عندي على التليفون، ومع يعني الظروف ما سمحتش إن أنا أنزله. هنزله لكم النهاردة إن شاء الله. طبعا انا زي ما انتم شايفين انا هنا كان عندي ممبار، وعندي ده حوالي كيلو كرشه كده. قلت هعملهم النهارده، اصلا النهارده المفروض الوصفه الاساسيه بصراحه للممبار، لان انا النهارده هعمله بطريقه جديده. بس طبعا يعني الكرشه طلعت معايا كده يعني بقى في قلب الفيديو، وما فصلتهمش، ما عرفتش ان انا بصراحه افصلهم عن بعض. فزي ما انتم شايفين كده انا هنا جبت حلتين على النار. انا لما بحب مثلا اكون بعمل اكل بحب اشتغل في كذا حاجه مع بعض. فانا هنا حطيت حلتين، حطيت كميه بصل كبيره شويه في حله الممبار. وهنا زي ما انتم شايفين كده دي هنا بصلايه كبيره دي للكرشه. انا من النوع اللي ما بحبش ان انا اسلق الكرشه. يعني انا الاول كنت بسلقها وبعد كده اعمل لها الصلصه بتاعتها، بس الطريقه دي بصراحه لما جربتها عجبتني. هنا انا جبت البصله طبعا هنا المفروض انها يعني تدبل، بس انا عشان كنت مركزه في حاجتين مع بعض فاحمرت سيكه يعني كده. فحطيت لها هنا بقى قطعه من الثوم وقلبتها كويس. وبعد كده بقى هبدأ ان انا لما الثوم كده يدبل واحس ان الريحه بتاعته طلعت في البصله، هبدأ ان انا بقى انزل بالكرشه. طبعا زي ما انتم شايفين أنا هنا الكرشه غسلها كويس جدا، وكنت نقعاها بقوطه. يعني بجيب ميه واحط فيها معلقه جنزبيل، واحط فيها قطايه مفرومه، يعني اقطعها كده بايدي واخلي ميتها تنزل في الميه، وليمونه. وبسيبها طبعا في المحلول ده شويه بحيث ان الزفاره كمان ممكن كمان تضيفي لها معلقه سكر صغيره. كل ده في المحلول بتاع التنظيف بتاع الكرش. عشان كده ما شاء الله تشوفيها ان هي بيضه ونظيفه بصراحه ربنا يعني، لان ببقى غسلاها وشايله اي حاجات مش حلوه فيها. هنا بقى طبعا بدأت ان انا بقى انزل بقى بالكرشة وهدي عليها البوتاجاز، واسيبها بقى انها تستوي كده مع نفسها ولحد ما تشرب ميتها خالص. هنا بقى الناحية التانية كنت هنا بقى بعمل الممبار. طبعا انا بحب قوي لما البصلة تدبل عندي، بحب احط حبة نعناع ناشف. لو حابة تحطيه اخضر مفيش مشكلة، بس الناشف بيبقى احلى. وبحب ان انا اقلبهم كده شويه لحد ما يدوا ريحه. طبعا هنا لما حطيت البصله حطيت معاها توم زي الكرشه بالظبط. هنا بقى جبت التوابل. طبعا اي توابل عندك، انا حاطه بابريكا، خلطه محشي، كزبره وفلفل وكمون وشطه حمراء وملح. يعني اي بقى توابل تحبي تضيفيها حطيها. طبعا في ناس بيحبوا ان هم يعملوا الممبار كله ني في ني، يعني المكونات تبقى متقطعه كده كلها. بصراحه ما بحبوش كده. يعني عملته مرة بالطريقة دي ما حبيتوش وحسيت ان ملوش طعم قوي. هنا بقى انا حطيت كزبرة وشوربة دجاج بودر وحبة فلفل اسود ده على الكرشة، وهنزل بقى بيها. هنا بقى طبعا زي ما انتم شايفين الكرشة بقى بدأت ان هي تجيب المية بتاعتها. وطبعا انا لما حطيت التوابل فعملت كلاكيع سودا على الكرشة، بس مع الغليان هتروح. هنا بقى طبعا كانت التسبيكه بتاعه الممبار اتسبكت. طبعا زي ما قلت لكم انا بحب اسبك للممبار زي المحشي بالظبط. وهنا بصوا برضو هنا الناحيه دي برضو الكرشه كانت خلاص نشفت بقى من كل ميتها. هنا بقى انا بسيبها تستوي كده مع نفسها في البصله والثوم لحد ما تنشف ميتها منها خالص، وبعد كده بنزل لها بالصلصه. طبعا الصلصه انا ما كنتش مكتره، ولكن هي في الاخر فجاه لقيتها تقلت كده وغمقت، لان انا حطيت بابريكا، معلقه صغيره بابريكا بعدين، بس ندمت بصراحه ان انا حطيتها. فاللي مش حابب ان الكرشه تغمق معاه ما يحطهاش. هنا بقى لما باجي اعمل الممبار طبعا انا التسبيكه بعملها زي ما قلت لكم زي تسبيكه المحشي بالظبط. هنا بقى جبت الخضره وجبت الرز، بس قبل ما بحشي بجيب بقى بصلايه وعلى قطايه، واحط بقى فلفل بارد وفلفل حامي، واحط بقى عليهم كل التوابل اللي انا عايزاها، وابدا ان انا ادعك المكونات دي مع بعضها. او بدعكها بالرز كمان. يعني انا كده قلبتهم، بس بعد كده هحطهم على الرز وابدا ان انا ادعكهم كلهم في قلب بعض يعني.
اهي دي بقى يعني الوصفة دي بتبقى شبيهة للممبار اللي بيتعمل ني في ني، وفي نفس الوقت الصلصة عندي متسبكة. يعني بصراحة انا لما عملته كده بيبقى تحفة جدا يعني، وبيتاكل بصراحة بيبقى جميل. يعني اغلب الناس بيعملوا الممبار اصلا كده يعني مش بيحطوا له صلصة، ممكن يحطوا صلصة من البطرمان. بس لا، انا بعمل نفس الخلطة دي بس بكون مسبكة صلصة زي بتاعة المحشي بالظبط. هنا بقى برضو هنزل بالخضرة وهقلب. طبعا انا حبيت ان انا اقلبها بايدي بصراحه عشان المكونات كلها تندمج مع بعضها، وطبعا زي ما انتوا عارفين انا ببقى غاسله ايدي كويس جدا، وكلنا اصلا ما فيش حد في المطبخ بيقف يشتغل بجوانتي. ده بيبقى يعني كله شغل قدام الكاميرا بس انا بحب اشتغل بطبيعتي ورا الكاميرا بره الكاميرا، ما دام انا غاسله ايدي وضامنه نظافه الحاجه انا خلاص مش بيهمني يعني. انما بصراحه ما بحبش بقى ان انا اترسم والبس جوانتي قدام الكاميرا والكلام ده، بصراحه ما اعرفش اعمل ده. الا اذا لو هشتغل في حاجه فيها زفاره ساعتها ممكن البس جوانتي عادي. هنا بقى طبعا كنت حطيت كل المكونات على بعضها، وهنا بقى طبعا ده شكل الايه، شكل الكرشه بقى هنا معايا. طبعا هي لسه يعني داخله في السوا، فسبتها بقى انها تستوي مع نفسها. هنا بقى طبعا انا كنت حشيت الممبار كله، وانا بحب اربط الممبار من فوق كده، اعمله بشكل دائري علشان منه ان الرز ما يطلعش منه، وفي نفس الوقت كمان لما بيستوي بيدي شكل حلو. النهارده بقى انا هسوي الممبار ازاي. انا هسوي الممبار في الكيس الحراري، ويمكن دي يعني من ضمن الحاجات اللي خلتني ان انا اربطه كمان. يعني انا ممكن احنا ما نربطوش وبنسيب بس الميه تغلي وننزل واحده واحده وهو بيمسك مع نفسه. بس انا عشان اول مره اعمل الممبار في الكيس الحراري فانا مش ضامنه النتيجه ايه. يعني دي كان اول مره في حياتي استخدم كيس حراري في ممبار، انا على طول بستخدمه مع الفراخ او البط وكده. فعلشان كده بصراحة انا ربطته بشكل مدور يعني، وفي الاخر هوريكم شكله. بصراحة هيطلع شكله جميل جدا بعد ما تفك الخيط منه. طبعا انا اول مره في حياتي زي ما قلت لكم اعمل الممبار في الكيس الحراري، بس عايزه اقول لكم روعه. وما كنتش متوقعه ابدا ابدا ان النتيجه بتاعته هتطلع بالمنظر ده. وكده كده احنا اصلا مش بنستفاد بالشوربه بتاعه الممبار، لان بيبقى فيها كميه زفاره عاليه فمش بنستفاد بيها. فالطريقه دي حلوه قوي وهتوفر عليكي مجهود كبير. طبعا هنا بقى انا حبيت ان انا اضيف معلقه شوربه لحمه صغيره. يعني انا كان عندي شوربه فقلت اجرب احط معلقه. طبعا انت لو ما حطيتيش عادي، بس انا حبيت اعمل التجربه دي على اساس ان انا اول مره استخدم الطريقه دي، فعايزه اعرف هل هو هيستوي ولا لا، الرز ده هيطلع مستوي شكله هيبقى ايه. فانت بتحطي يا اما مع كبشه شوربه صغيره، او حابه تحطي ميه برضو مفيش مشكله. وهنا طبعا في الصينيه حطيت ميه من بره. هنا بقى بصوا ده قعد حوالي في الفرن اقل من ساعه. بعد كده اداني الشكل ده. لما انا طبعا عايزه تختبريه بجيب شوكه واغرزها في قلب الكيس من بره، لو دخلت بعرف ان هو استوى. طلعته بقى. هنا بقى طبعا لقيت ما شاء الله كبشه الشوربه اللي انا حطيتها زي ما هي، عشان كده بقولك انت ممكن تستغني عنها وتسيبيه يستوي لوحده مع البخار. لقيته بقى طبعا احمر من جنب والجنب التاني لسه محمرش. فجيت هنا بقى هشيله من الكيس الحراري، وعلى نفس الصينية اللي كان عليها الكيس وهي ناشفة كده هبدأ ان انا احطه على الوش اللي هو التاني، وهدخله في الشواية لمدة 10 دقايق. عايزه اقول لكم طلع شكله تحفه جدا جدا جدا، وما توقعتش بصراحه ان هو يطلع بالجمال ده. بصوا بقى عشان انا ربطته بشكل دائري، بصوا طلع شكل الممبار ما شاء الله مدور وشكله حلو. طبعا في واحده انا نسيت ان انا اربطها، فاكتشفتها فحطيتها في النص كده اللي هي المفتوحه دي. فطبعا ادتني يعني الحمد لله ما نزلتش رز كتير. وده في الاخر بقى بصراحة طلع شكله. اتمنى بجد انكم تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا. وده شكل الكرشة النهائي ليها. طبعا هي غمقت من معلقة البابريكا اللي انا حطيتها، ممكن تستغنوا عنها وما تحطوهاش. اتمنى الفيديو لو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.